انا ما عرفتش اكسبها يا اسطى. ضاعت مني بقى او ضيعتها بغبائي، مش عارف اصلا ده حصل ازاي. اهدى يا اسطى وصلي على النبي. وليه اصلا؟ ليه ماليش حظ في اي حاجه كده؟ لا شغل ولا تعليم. ده حتى البنت اللي كنت مسنود بيها ضاعت مني. ليه كده؟ ليه يا رب؟ ليه؟ ما قلت لك صلي على النبي. انت لا في حاجه ضاعت منك ولا خسرت ولا حياتك انتهت. ضحكة المجنون اللي بتضحكها دي ممكن تفكيرها ووضعها يتغير 180 درجة. ده ايه وتفكيري بس يا عم ليه؟ خلاص قفلت من كله، مفيش حلول. ده اللي انت شايفه، لكن الحل اللي انت ما تعرفوش ان الرضا والقناعة والاخذ بالاسباب وتسليم الامر لله وحده هم حل كل اللي انت فيه. وده يتعامل ازاي بقى ان شاء الله؟ الاول محتاج تفهم انت مخلوق ليه ودورك ايه، وتعرف الحدود اللي ربنا امرك بيها وتطبق مبادئ دينك. ايوه، ده هيقعد عليا بايه في الدنيا؟ انت لغايه دلوقتي ما اديتنيش اي حلول على فكره. انت برضه لسه حاسبها دنيا وبس. على العموم ماشي، انا معاك للاخر. اسمع انت بس وركز يا اخويا. صلواتك الخمسة اللي هتصليهم في وقتها هيظبطوا من نفسيتك وهينسوك اي هموم. وردك اليومي هيملى يومك بركة وخير. الزكاة اللي هتطلعها هتزود فلوسك وحياتك بركة. الصدقة اللي هتتصدق بيها هتمنع عنك مصايب كتير. وقت ما تعمل ده وتطبق منهج ربنا في كل حاجة بتعملها هتفهم وهتستوعب ان كل شيء راح منك فهو خير ليك، وانت لوحدك اللي شايف ان الحاجة المعينة اللي كنت بتدعي بيها ومستعجل عليها دي وشايفها خير ليك، مع انها بالعكس هي شر وربنا بعده عنك. طب افهم ايه دلوقتي؟ افهم ان حياتك كلها خير. لو حصل لك حاجة كويسة فحمدت ربنا فده خير ليك انك قدرت النعمة، ولو حصل لك حاجة وحشة صبرت على ابتلائك وما اعترضتش فده برضه خير ليك. ملخص كلامك اني بعيد عن ربنا، فعشان كده شايف ان الدنيا سود، وان لما اقرب من ربنا اكتر هكون مرتاح وهشوف الدنيا اوضح، حتى لو عندي مصايب زي اللي عندي دي. هي مش مصايب، هي اختبار وهتفضل فيه طول حياتك. امتحان يعني، وعلى قد ما هتحل صح هتاخد اجرك في الدنيا وفي الجنة بإذن الله. اديني الخلاصة. الملخص ان اعيش في الدنيا الشغل الشاغل ان مهد طريقي للجنة وبس. احنا هنا مش في سباق. رزق هاخده 24 قيراط وانت مش مظلوم، انت مبتلى، وده اختبار من ربك، وزي ما هتتعامل مع ابتلائك هيتحدد مصيرك. ايه المطلوب مني اعمله؟ واجب عليا افوق نفسي واعرف انها مجرد دنيا. اتسمت دنيا لدنوها، حاجة قليلة جدا وحقيرة جدا، والدنيا دي كلها ما تسواش جناح بعوضة عند ربنا سبحانه وتعالى. وافتكر دايما ان دنيتي ودنيتك زائلة في اي لحظة. انت كده اديتني الخلاصة والمطلوب مني اعمله. لسه النصيحة هي انك اوعى تتوه في الدنيا وملذاتها وتنسى اخرتها. نتقي ربنا في الكام سنة اللي هنعيشهم نكسب الجنة اللي عرضها السماوات والارض، الجنة اللي ما فيهاش زوال، لا مليون ولا مليار سنة، انت هتعيش الى الابد. فانت معاك 50 60 70 سنة دنيا حدد بيهم مصيرك الابدي. وبس كده، ربنا يوفاني ويوفقك ويهدينا الى صراطه المستقيم. وبكده فيديو النهارده خلص. لو لسه مكمل معايا لغايه هنا فحابب اشكرك على دعمك ليا، اللي بتعمله بلايك وكومنت بالصلاه على النبي وسبسكرايب في القناه عشان اول ما ينزل جديد يوصلك. بس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.